دليلك الكامل لتنزيل وتثبيت ويندوز 10 في 2023 بالطريقه الصحيحه. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجه محتاجها علشان تعرف تنزل وتسطب ويندوز 10 على جهازك. بصراحه بقى عيب قوي نبقى في 2023 ولسه في حد بياخد الجهاز وينزل لاي محل عشان يثبت له نسخه، واللي غالبا بتكون فيها مشاكل، وحتى ممكن الفلاشه اللي مثبت لك من عليها تكون مفيروسه. اول امبارح كنت في محل كمبيوترات بسال على حاجه، ولقيت واحد جاي عايز ينزل ويندوز على جهازه، والراجل صاحب المحل قال له 70 جنيه. والله كان هان عليا اقول له هات انا انزلها لك ببلاش، من كتر ما الموضوع سهل ومش محتاج، حرام اصلا وخساره تدفع فيه فلوس. في الفيديو ده هقول لك على كل حاجه، من اول ازاي تنزل ويندوز وتحرقه على فلاشه وتبوت على الجهاز اللي انت عايز تسطب عليه من خلال الفلاشه، وتفرمط الهارد وتقسم الهاردات وتسطب الويندوز من الالف لليه. والفيديو اللي بعده ان شاء الله هيكون عن ازاي تظبط وتعمل اوبتمايز لكل اعدادات الويندوز علشان تاخد احسن تجربه واداء من جهازك حتى لو كان جهاز ضعيف. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لما الفيديو التاني ينزل يوصل لك، ولو كان نزل هتلاقيني حاطه في الديسكريبشن تحت وهيظهر لك هنا. خلينا ما نطولش اكتر من كده ويلا بينا نبدا. اول حاجه هتحتاج فلاشه هتوصلها في الجهاز. بعد ما توصلها هتدخل على جوجل وتكتب داونلود ويندوز 10. تختار اول نتيجه هتظهر لك، هيفتح لك موقع مايكروسوفت الرسمي اللي من خلاله بتحمل ويندوز 10. هتنزل تحت على كرييت ويندوز 10 انستليشن ميديا وتدوس داونلود ناو. هتحمله في اي مكان انت عايزه. بعد ما ينزل هتفتحه تدوس يس، هيقعد يحمل حبه تسيبه يخلص، تديله اكسبت. بعد كده هتختار كرييت انستليشن ميديا على اليو اس بي او الفلاش درايف. بعد كده نيكست، دي الاعدادات بتقول له نيكست. بعد كده بتقول له يو اس بي فلاش درايف لان احنا هنسطب على فلاشه. طبعا محتاج الفلاشه ما تكونش مساحتها اقل من 8 جيجا وتكون فاضيه. كده تدوس نيكست، هيقول لك اختار الفلاشه، هتختار الفلاشه وتدوس نيكست. بعد كده هو هيبتدي يحمل الويندوز على الفلاشه، هتسيبه براحته لحد ما يخلص خالص. بعد ما التحميل هيخلص هتاخد فلاشتك وتحطها في الجهاز اللي انت عايز تسطب عليه الويندوز. خلينا نجيب الجهاز اللي هنسطب عليه الويندوز ونشوف هنعمل ايه بعد كده. طيب بعد ما حطيت الجهاز اللي احنا هنجرب عليه، هحط الفلاشه في الجهاز واشغل الجهاز. طيب بعد ما هتشغل الجهاز هتفضل تتك على F12 علشان يدخلك على قائمه البوت. هتفضل تتك على F12. دلوقتي هو دخلنا على البايوس. طبعا القائمه دي هتختلف من جهاز للتاني على حسب نوع البورده بتاعتك. هتنزل تدور على حاجه اسمها بوت منيو، او على حسب شكل البورده زي ما قلنا، على حسب شكل البايوس عندك هتدور على حاجه اسمها البوت منيو. بعد ما هتلاقيها تخش عليه، هتلاقي عندك الاجهزه اللي واصله بالجهاز بتاعك او الهاردات اللي واصله بالجهاز بتاعك اللي هو ممكن نبوت من خلالها. هتختار الفلاشه اللي احنا حاطينها اللي هي الكينج ستون. كده تدوس انتر، تستناه طبعا يحمل على مهله خالص. هو هيفتح الويندوز انستليشن او قائمه التسطيب بتاعه الويندوز. اعتقد زي ما انت شايف الدنيا بسيطه خالص، يعني مفيش اسهل من كده. هسيبه يحمل وهجيلك بسرعه. طيب هو دلوقتي فتح الويندوز سيت اب. هنا بتختار اللغه اللي انت عايز تسطب بيها الويندوز، وهنا التايم فورمات، ودي الكيبورد. طبعا هتسيب كل حاجه زي ما هي وتدوس نيكست. بعد كده هتدوس انستول ناو، وهو هنا هيبدا التسطيب. طيب دلوقتي هتدوس اكسبت وبعد كده تدوس تكست. هنا بيقول لك انت عايز تعمل ابجريد للويندوز ولا عايز تعمل انستول للويندوز اونلي. هندوس هنا كاستم انستول ويندوز اونلي. هنا بقى هو بيسالك انت عايز تسطب الويندوز على انهي بارتيشن او على انهي هارد من الهاردات اللي عندك. خلي بالك في الجزئيه دي لان انت هيبقى مقري عندك كل الهاردات اللي راكبه في الجهاز، واحنا المفروض هنفرمط الهارد اللي هنسطب عليه الويندوز، فلازم تكون عارف انهي الهارد اللي عليه الويندوز عشان ما تفرمطش حاجه تانية يكون عليها داتا انت محتاجها. طبعا انا الجهاز ده ما عليهوش غير هارد واحد، فانا عارف ان هو ده الهارد اللي احنا هنسطب عليه الويندوز، فهفرمط كل حاجه وهمسح البارتيشنات الزياده اللي الويندوز بيعملها كريكفري، لان الهارد ده كان متسطب عليه ويندوز قبل كده. شوفني هعمل ايه واعمل زيي، بس اهم حاجه تكون متاكد ان دي البارتيشنات بتاعه الويندوز او البارتيشنات بتاعه الهارد اللي كان عليه الويندوز. هتعرف منين ان دي البارتيشنات بتاعه الهارد اللي كان عليه الويندوز؟ ببساطه خالص هتلاقي كلها جنبها نفس الاسم، يعني ده درايف زيرو، كلهم درايف زيرو، درايف زيرو بارتيشن 1، درايف زيرو بارتيشن 2، درايف زيرو بارتيشن 3، درايف زيرو بارتيشن 4. وهتلاقي مساحتهم صغيره ومكتوب جنبهم حاجات زي ريكفري او ام اس ار او سيستم وهكذا. طبعا البرايمري ده هو الهارد الرئيسي او المساحه الرئيسيه اللي احنا بنقدر نستخدمها. فانا هفرمط دول كلهم وامسحهم.
طيب بعد ما انا فرمطت كل البارتيشنات وعملت لها ديليت، اصبح عندي راجع الهارد كامل بمساحته الكامله، مكتوب انه unlocated space، يعني هارد مش متعرف لسه، الجهاز مش متعرف على مساحته. فاحنا هندوس عليه كده، طبعا هو معمول له فورمات، هتدوس نيو علشان تعمل بارتيشن جديد. وانصحك ما تقسمش ابدا الهارد اللي عليه الويندوز، علشان ده ممكن يأثر على الاداء. بعد ما هتدوس نيو هو هيحدد لك مساحه الهارد كامله قدامك، عشان هيعمله كله في بارتيشن لوحده. بعد كده هتدوس ابلاي، بعد كده هتدوس اوكي. هو رجع تاني البارتيشنات بتاعه الهارد وبتاعه السيستم، حاجات بتبقى ريكفري وحاجات كده للسيستم انت مالكش دعوه بيها، انت خلاص اخترت الهارد اللي انت هتبقى شغال عليه بمساحته الكامله، بقى مكتوب جنبه برايمري تمام. هو ده الهارد اللي احنا عليه اهو، هنكمل عليه زي ما احنا وندوس نيكست. هنا هيبدا الانستوليشن، هتسيبه براحته لحد ما يخلص خالص، مش هياخد وقت طويل لو انت بتسطب على الاس اس دي. طبعا حاجه مش محتاجين نتكلم فيها، ان انت بقى شرط اساسي وضروري ان انت تكون مسطب الويندوز على هارد اس اس دي دلوقتي. اسمه هارد اس اس دي، انا بقول عليه هارد اس اس دي، هو هارد اس اس دي، واللي مش عاجبه يفضل يصيح في الكومنتات براحته، هو اسمه هارد اس اس دي. فلازم تكون مسطب الاس اس دي على فلازم تكون مسطب الويندوز على اس اس دي علشان الجهاز يديلك احسن اداء ممكن. يعني جهاز شبه ده انا مسطب عليه ويندوز دلوقتي، ده جهاز عيان ميت، 4 جيجا رامات وبروسيسور تقريبا بانتيوم تقريبا، مش عارف بانتيوم كام، فهو جهاز ميت اصلا. بس عليه الاس اس دي هتقدر تستخدمه استخدام يعني اللي هو مثلا تصفح، استخدام مكتبي عادي، تكتب عليه حاجات وورد، تشتغل على شيت اكسل واحد مثلا، حاجات زي دي. طيب هو كده انستول خلص، ودلوقتي بيقول لك ريستارت ان 3 سكندز، فهنسيبه يخلص ويرستر مع نفسه. دلوقتي الجهاز فتح وبيقول لك اختار الريجن او المنطقه اللي انت منها، فهنختار الدنيا. بعد كده هقول له يس. دلوقتي بيقول لك اختار الكيبورد بتاعتك، طبعا هي الانجليزي اليو اس. بيقول لك لو عايز تضيف لغه تانية فهنضيف العربي، هتلاقي Arabic Egypt او على حسب انت منين طبعا، بس لازم يبقى Arabic 101 دي علشان اللي اوت بتاعت الكيبورد. هو دلوقتي بيضحك عليك وبيقول لك احنا بنعمل حبه تسطيبات مهمه بالنسبه لك، طبعا هتسيبه لحد ما يخلص. طيب هو راستر تاني ودلوقتي بيفتح. دلوقتي هو بيشوف فيه انترنت ولا لا، طبعا انا موصل كابل الايثرنت فهو لقط ان في نتورك. هتدوس نيكست. بعد كده هتختار الاختيار الاولاني بيرسونال يوز، نيكست. بيقول لك معاك اكونت بتاع، قول له اوفلاين اكونت، ليميتد اكسبيرينس، كل دي حاجات هم يعني حاجات ملهاش لازمه. هنا بيقول لك سمي اليوزر، هنسميه اي حاجه مثلا. بعد كده نيكست. بيقول لك حط باسورد، سيبها فاضيه لو مش عايز تحط باسورد، ودوس نيكست. هيطلع لك الحاجات دي اقفلها كلها لان هي بتسحب من النت وساعات بتبطئ الجهاز اللي هو امكانياته ضعيفه. وبعد كده اكسبت. فكك من كل الكلام ده، دوس سكيب. دلوقتي تسيبه وهو هيفتح. بس كده الجهاز اشتغل. اظن انت شفت الموضوع بسيط وسهل قد ايه. طبعا كان ويندوز اشتغل معاك تمام، ما فيهوش اي حاجه، وممكن بس يبقى تقيل شويه في الاول عشان لسه شغال. الموضوع بسيط سهل، مش محتاج ان انت تدفع فلوس، مش محتاج ان انت تروح لحد عشان يعمله لك، مش محتاج حتى ان انت مش حوار يعني. الموضوع بسيط، اظن شفت احنا نجزنا يعني، مش ما خدناش وقت. وبكده تكون ثبتت الويندوز تمام وهيشتغل معاك من غير اي مشاكل. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تظبط كل اعدادات الويندوز بعد ما تثبته، ولو نزل هسيبهولك، فيا ريت لو مهتم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كمان لو عندك اي تعليق او استفسار سيبهولي تحت وانا هرد عليه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام وتيك توك، الروابط كلها هتلاقيها تحت في الوصف. كان معاكم يوسف، اشوف وشكوا على خير، مع السلامه.